فباذن الله بكره دي مباراه الصداره. الزمالك لو كسب بكره باذن الله هيبقى خلاص الاول، وهنبقى معنويات كبيره جدا جدا عند النادي وعند اللعيبه وعند مجلس الاداره وعند الجمهور، اللي انت عمال تسمع عن باذن الله يعني ان في لعيبه جايه وفي صفقات جديده جايه ومد القيد الافريقي ل 28 فبراير. فقرارات كلها هتخلي الزمالك في معنويه تانية خالص. فانا اتمنى انا شايف دي هتبقى مباراه الموسم بكره، اللي انت بكره تقدر تاخد الصداره، وبالسكواد اللي انت باذن الله بتحققه وماشي فيه، ومد القيد الافريقي اليوم 28 فبراير مع مد القيد المحلي ل 8 فبراير او 7 فبراير. فانت ماشي بخطوات، نقول هي متاخره، خطوات متاخره جدا، بس الحمد لله نقول ان القدر اسعفنا بقى. القدر اسعفنا والقدر انقذنا، ونقدر نحقق سكواد كويس الفتره الجايه. فانا شايف ان دي بكره مباراه الموسم. فانا اتمنى من اللعيبه تنزل مع شويه حافز واصرار. الماتش بكره باذن الله للزمالك، باذن الله بكره ماتش للزمالك.